حدوته النهارده عن بنت مصرية من الشرقية الزقازيق، 18 سنة، جالها حالة اكتئاب بسبب معاملة أبوها ليها وطردها من البيت، وإنها حاولت إنها تشوف سفر برا، لكن السفارة المصرية ما سمحتلهاش إن هي تسافر، إنها أقل من 21 سنة. وأصحابها وشهود العيان اللي كانوا يسافروا معاها يشتغلوا في السعودية قالوا لنا بأقوالهم وإنها انتحرت أو تخلصت من حياتها، اكتئاب ويأس من معاملة أبوها ويأس من الحياة. ندعي لها كلنا بالرحمة ونتعلم إن احنا نحتوي ولادنا في كل أحوالهم. الله يرحمها. كنا رايحين السعودية، جالنا احنا ال3 تأشيرات، بس هي السفارة المصرية بس رفضت سفرها عشان هي تحت السن. هي عايشة لوحدها هنا، بس هي اصلا عندها 3 اخوات ولاد، وعايشة مع اخواتها ولاد كتير مع باباها والبيت، وهي اللي كانت شايلة البيت وبتصرف على اخواتها. وباباها هو اللي طاردها. باباها طردها عشان يتجوز. عشان يتجوزها؟ عشان يتجوز هو طردها من البيت. سكنت هنا في العمارة اللي فيها صاحب الكافيه. اللي هي وقعت لوحدها في اوضه على السطوح. طيب هما ناس صحاب قوي وما بتحبش تتكلم. هي جت بصي، احنا لما جالنا السفر ده هي فرحت قوي قوي ان هي هتمشي. حتى احنا كنا بنفكر احنا كنا عايزين نعمل مشروع مع بعض، وقلت لها هنسافر 2 والعقد يخلص ونطلع بقى بعد كده نعمل مشروعنا هنا في بلدنا. قالت لا انا مش راجعه تاني. بس انا بقى حسيت من وقتها ان هي عندها مشاكل اكبر من كده، يعني اكبر من انها عايزه تعمل مشروع او عايزه تشتغل. فعرفت بقى بعد كده البيت ومشاكل البيت وباباها واخواتها. على الفيس ربنا ياخدك وربنا يريح الدنيا منك. صوتك دي علينا انا واخواتي. ربنا يهديك وربنا يحنن قلبك علينا. انا كنت قاعده معاها امبارح، بكلمها امبارح، يعني لحد قبل ما تطلع وتعمل كده كانت موجوده وبتضحك وبنهزر. السفر بتاعها غير متاح وهي مكتئبه من وقت ما قالت يعني ان هي مش هتسافر او سفرها يعني عشان هي اقل من 21 سنه ملهاش سفر عمل، يعني فيزا